هو اي راجل او ست متجوزين عايزين ايه غير ان دايما يبقى عندهم رغبة تجاه بعض، ورغبتهم في العلاقة الخاصة تزيد ما تقلش. طب ده يحصل ازاي؟ بخمس حاجات. اول حاجة مهم جدا ان يبقى الشهوة الجنسية عندكم سوية. يعني ايه شهوة سوية؟ يعني الراجل ما يكونش له علاقات موازية، يعني يعرف واحدة على مراته او بيحصل علاقات مع ستات تانية خارج الجواز. لا، مهم جدا ان اللي بيشبع رغبته طبعا تكون مراته، وما يكونش فيه انحرافات جنسية، يعني لا هو بيمارس العادة السرية ولا مراته بتمارس العادة السرية. لا، هما الاشباع عندهم بيحصل من خلال بعض، مش من خلال علاقات خارجية او اي حاجة انحرافات جنسية. لان على فكرة هو ده طبعا غير انه حرام، دي حاجة مفروغ منها. ده بيعمل فقدان ثقة، فقدان أمان. يعني الست اللي عارفة إن جوزها كل يوم مع واحدة أو له علاقات، أو ممكن يكون بيعمل علاقات خارجية أو بيمارس، الكلام ده بيخليها تفقد ثقتها فيه، تفقد الأمان تجاهه. والست لما تفقد الأمان يعني تفقد رغبتها. فقدان الأمان في الراجل ده يعني فقدان الرغبة تجاهه. ما فيش ست عندها رغبة مع راجل هي مش حاسة معاه بالأمان. وفي رجالة تقولك مراتي بقت باردة، هو ده مش شرط يكون برود، هي ممكن تبقى كويسة جدا بس معاك انت هي باردة، هي ناحيتك باردة، ما عندهاش رغبة تجاهك لأن انت راجل فقدت ثقتها فيه. تاني حاجة تعملوها عشان يبقى دايما في رغبة عندكم تجاه بعض، مهم جدا جدا، تعبروا عن الحب والمشاعر. ومش انا اللي هتكلم في النقطة دي، الراجل يقعد مع مراته والست تتكلم مع جوزها، انا عايزاك تعبر لي عن حبك بكذا، لما انت بتعمل كذا بحس بحبك ليا، لما انت بتعملي كذا ده بيعرفني ان انت بتحبيني ومهتمة بيا. لازم كل واحد يقول للتاني هو عايز يتحب ازاي، وبلاش الجملة الهبلة اصل الاهتمام ما بيطلبش. اصل انا مش هقعد اقول له، طب لو انا ما قعدتش اقول لجوزي انا عايزة ايه ومحتاجة ايه هقول لمين؟ هطلب من مين؟ تالت حاجة مهم جدا التقدير. اه والله تصدقي ان انت لما بتقدري جوزك ده بيزود رغبته تجاهك. يعني لما بتقعدي تقولي له كتر خيرك وتسلم ايدك وانت بتتعب عشاننا ده انت متبهدل، وانت لما بتقول لمراتك تسلم ايدك البيت ده من غيرك ولا حاجة، ده بيزود الرغبة تجاه بعض، لان شريك حياتك بيحس ان انا متشاف انا متقدر. والتقدير مش بس الكلمة الحلوة، ده انت لما تحافظي على نظافتك الشخصية وشكلك وتتزوقي لجوزك، انت بتقولي له نظرتك ليا انا مقدراها، انا عايزاك تشوفني حلوة، يعني انت فارق معايا، مش قاعدة اللي هو اي كلام تشوفني حلوة وحشة مش فارق معايا. لما بتديله طبق السلطة متزوق انا مقدراك ومقدرة عينك وعايزة اشبع عينك قبل ما اشبع بطنك، ومش بقولك يلا خد كل يلا اطفح وخلصنا، لا ده انا بزوق لك وبعمل لك، ده تقدير وده بيزود الرغبة. رابع نقطة الاحترام. ما هو انا ما بقاش مسحب كرامة جوزي الارض وبتريق عليه قدام العيال وانا مهزق مراتي وضاربها واهنها واجي عايز رغبة. هتيجي منين الرغبة؟ الاحترام مهم جدا. طول ما احنا بنحترم بعض وبنحافظ على ده بيزود رغبتنا تجاه بعض. واخر نقطة المشاكل لازم تتحل اول باول. التراكمات، لو انا شايل من مراتي وانا شايله بقالي كام شهر وانا شايل وانا مش مسامحها، هتيجي منين الرغبه؟ حافظوا على النقط دي النقط النفسيه اللي لو مش موجوده الرغبه ما بينكم في العلاقه الخاصه بتضيع. لو في بقى مشاكل طبيه بتاثر على الرغبه دي بقى محتاجه علاج عند مختص. وربنا يسعدكم جميعا.